كنت مسحول الفترة اللي فاتت بجد ما بين المذاكرة والشغل، لحد ما جه يوم وكنت عايز اكل فيه اكلة رايقة، فطلعت على شيكرز اللي في طنطا، وكان كمان معايا اصحابي فقلنا نجرب اكتر من حاجة. اول حاجة البروست الاوريجينال، بجد طعم الفراخ نفسها حلو قوي والتتبيلة جامدة جدا، وكذلك الستريبس برضو اللي عجب زياد قوي. لكن اللي عجبني انا بقى جدا جدا كان الناشفيل، وجبته سبايسي، بس سبايسي اللي هو الخفيف ده، كان بجد من احلى الحاجات اللي انا دقتها هناك. جامده قوي والسبايس فيها خفيف، طعمها حلو قوي. بالنسبه للساندوتشز بقى، اول واحد كان ناشفيل سلو، ده بجد اكتر حاجه عجبتني في المكان كله، وبجد لو رحت تاني هيكون ده هو الاوردر بتاعي. بسيط كده وكل حاجه فيه متركبه على بعض، وفيه السبايسي الخفيف اللي انا بحبه. بجد الساندوتش ده هو اصلا السبب ان احنا هنيجي نصور انا وهو. بجد الناشفيل بتاعه حدوته للاخر. والتاني كان سيزل سوبريم، وبجد ده اكبر ساندوتش تقريبا عندهم، يعني بجد لو جعان هيكون ده مناسب جدا ليك. ده برضه بجد جامد جدا، بس بالنسبه لي الناشفيل ده احلى بكتير قوي. وتالت واحد والتالت زياد جربه كان اسمه سترايك، فراخ عليها تركي مدخن وجبنه، وفي حته ثانيه خالص بجد. تحفه بجد. وعندهم كمان فرايز دي كان طعمها مميز جدا، والفايبز كمان بتاعت المكان حلوه قوي للتصوير، غير ان في كمان درايف ثرو، يعني لو انت جايب العربيه الدنيا هتبقى فل جدا. وبجد مش اخر مره هاجي فيها المكان ده، وما تنسوش تعملوا سيف عشان لازم تجربوه.